اهو اهو. رجع رجع تاني رجع تاني رجع تاني رجع تاني بالله عليك، رجع تاني رجع تاني رجع تاني اهو رجع تاني اهو. طب اقلب بالمعلقه. طب واحد تاني. كفايه كده واحد تاني. كفايه كده. ما بخافش عشان انت عاملها 10 على 10. اهو اهو اهو. اسمها ايه عملتها وهي اتقلبت منها؟ يا جماعه من جوه مفيش ميه، وريهم ان من جوه مفيش ميه. في ميه ولا فيها ميه؟ مش ميه اهو. طب ميه. انت حاطط سكر؟ طلع مسكره؟ مش ميه. زي ما حضراتكم شفتوا اهو في المقدمه، زبادي 10 على 10 احترافي ام محمد عاملاه بطريقه يعني ملوش حل. مفيش في ميه، متماسك جدا. ويعني زي ما سمعتوها كده في كذا يوتيوبر عملوا وجت تقلب الزبادي في الاخر وقع. لا، النتيجه قدامكم بفضل الله، حاجه يعني الله وكيل 10 على 10. كل سنه وانتم طيبين. يلا كده نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو من اللبن غاليينه وسبناه لما يبرد، يعني دافي، يعني نقدر نحط صباعنا في اللبن ما يتلسعش، يبقى كده درجة حرارة اللبن هي المطلوبة. عندنا بقى الخميرة بتاعتنا عبارة عن كوباية زبادي بلدي، زبادي بلدي، ومعلقة من السكر. معلقة السكر دي ممكن ما نحطهاش، بس في ناس بتحبش السكر اللي بيبقى الزبادي اللي بيبقى فيه لزعة او مزز، فمعلقة السكر هتضيع المزازة دي. والسر بقى هنا في تماسك الزبادي اللبن البودرة. لبن البودرة اللي احنا بنحط ده هو دوت السر اللي خلى الزبادي متماسك جدا ومفيش فيه ميه. تمام يا جماعه. ام محمد بقى خدت القشطه بتاعت اللبن وخدت معلقه السكر واللبن البودره وقلبتهم كلهم على بعض تقليب جيد جدا. هي دي الخميره اللي هنعمل بيها طواجن الزبادي بتاعنا. هتاخد بقى الخميره دي تصفيها من المصفى لاي شوائب او تكتلات مش عايزينها تبقى في الزبادي عشان يطلع زبادي ناعم جدا. ونرجع نقلب اللبن تقليب جيد جدا لحد لما يبقى كده نتأكد 100% ان الخميرة واللبن كلهم بقوا خليط متجانس، خليط واحد. نجيب بقى الفخارات بتاعتنا او الكوبايات ايا كان اللي حضرتك هتستخدميه. انا بحب الفخار في الزبادي انه بيديله طعم كده جميل، وهو رخيص يعني مش غالي، ده 3 ب10. فبستخدمها في الزبادي وفي مأكولات تانية وفي الرز الفرن. بصراحة يعني بيدي طعم حلو قوي للحاجات اللي هي المصنوعات الألبان. وزي ما انتم شايفين اهو ام محمد بتصب قدامكم، مفيش اسهل من كده. حاطين في صينية اللي انتوا شايفينها دي صينية مربعة، لو مفيش المربعة يبقى صينية مدورة. طب ليه في صينية؟ عشان احنا دلوقتي يا جماعة هنعمل حضانة. دي حضانة هنعملها في البيت، عبارة عن مكان كده وعاء اهو بيضم الكوبايات وهننزل فيه بالمية السخنة. البخار قدامكم يا جماعة، دي مية سخنة بس ما وصلش للغليان. طيب المنسوب المية عشان الناس اللي هتبتدي تسأل في الكومنتات، منسوب المية لحد لما يوصل لربع الطواجن او ربع الكوب بتاعك. يعني احنا بنزود ميه قدامكم اهو واصلين للربع وداخلين كمان على النص. تمام، هي دي الحضانه بتاعتنا. هنبتدي بقى نعمل ايه عشان نكتم البخار دوت ويبتدي الزبادي ده يستوي. ام محمد هنا استخدمت البلاستيك راب، بتبتدي ترجع الطاجن تاني وهتمسك بقى البلاستيك راب دوت اهو تقفل الصينيه بتاعتنا. طبعا صينيه مضلعه مربعه مدوره اللي متوفر عند حضرتك، مفيش اي اشكاليه في نوع الصينيه. نجاح الزبادي مش ملوش علاقه بالصينيه. تمام، هنقفل بالبلاستيك راب وبعدين هنحطه في الفرن ونغطيه بفوطه. هيقعد قد ايه يا جماعه في الفرن؟ الفرن هيقعد فيه 4 ساعات والفرن دافي. يعني حضرتك لازم تشغل الفرن تسيبيه يدفى وبعدين ندخل الصينيه بتاعتنا وهو دافي، يبقى الزبادي محطوط في وسط بخار وميه دافيه سخنه وكمان متقفل عليه فوطه ومحطوط جوه فرن دافي. كده هنوصل لدرجه التسويه السريعه والمظبوطه زي ما انتم ما شفتوا. قعد 4 ساعات بالظبط ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعته. جربوها، ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.